دلوقتي انا هاخد العجين، هاخد تقريبا تلته. اوكي. تلت العجين، هحط معاه السكر، هنحط الخميره كمان هنا، وهحط عليهم بس شويه ميه، هغطيها وهسيبها لغايه ما تخمر، ونقطع الخضار بتاعنا اللي هنحطه على الوش. دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد بقى العجينه بتاعتنا، احنا سيبناها 10 دقايق علشان تخمر. خلاص تمام. هبتدي احط لها بقى بقيه المكونات اللي عندنا. اوكي. فهنحط دلوقتي البيضه، بيضه كامله اهي. بيضه كامله دي هنخلي، احنا حطينا بيضه كده، هنخلي البيضه دي للوش. وهناخد الزيت اللي عندنا، وهناخد الزبادي، هنعجن دول بس دقيقة، وبعدين نبتدي نحط بقية الطحين اللي عندنا بالتدريج. دلوقتي هنحط بقى خلطة الأجبان زي ما اتفقنا، اللي هي بتبقى زي ما انتوا عايزين، اللي موجود في التلاجات يعني، مفيش نوع معين. وهنحطها كده هنا، ونفردها بالشكل ده. وعايزين بقى نلزق الاطراف كويس. طيب هنجيب الشوكه ونأكد على الاطراف بس. لازم أأكد على الاطراف. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد البيضه اللي عندنا وهندهن وش الفطيره بتاعتنا كلها بالبيض، وهنبتدي بقى ناخد الحاجات اللي احنا عملناها، اللي هي الفلفل والتشيري توماتو والزيتون، وعندنا بصل اخضر اخدنا العيدان بتاعته بس. قطعناها كده بشكل طولي على درجة حرارة، بس نرجع نعيد. 180. 180 لقد ايه وقت؟ تقريبا بتاخد ربع ساعة. اوكي، مش كتير.